بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنقضي يوم مع بعض كده، بس بالله عليكي قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. كان عندي مواعين بقى بايتة، مش بايتة يعني، مواعين من الفطار الصبح. احنا ما ببيتش الحمد لله مواعين عندي في الحوض خالص من بالليل، عشان اقوم رايقه كده وفايقه ومش مكتئبه بصراحه. لما تلاقي الحوض فيه مواعين بتبقي مكتئبه قوي على الصبح يعني. بس احنا فطرنا ودي مواعين الفطار. بعد ما خلصت بره بقى وعملت روتيني اليومي في الشقه، انا لازم اعمل الروتين اليومي الاول في الشقه وبعد كده ادخل على المطبخ. طبعا مش هعرف، طبعا ما اقدرش اعمل اكل ولا اي حاجه في المطبخ من قبل ما اخلص مواعين الاول وافضي الحوض بقى واخليه نضيف زي الفل. شويه كوبايات بقى على طاسه كان فيها فول، على مش عارفه معلقتين، على ازازه ميه كانت فاضيه. انتوا فاهمين بقى، كنكه لبن، مش عارفه ايه الحاجات اللي هي البسيطه بتاعه اللبن بتاعه الفطار دي. غسلتهم، وغسلت الازازه بتاعه التلاجة دي ومليتها، والازازه التانية دي كان فيها تلج. طبعا زودتها حبه ميه ساقعين وهحطها جنبي لاني هشرب منها على طول ما انا واقفه في المطبخ. الحر ربنا يا رب يجيرنا ويجيركم من عذاب النار ومن الحراره اللي احنا فيها. انا حاسه ان احنا يعني دخلنا النار وبنتحاسب والعياذ بالله. الدنيا حر بقالها كام يوم فظيعه. الله يعينك يا ستات بيوت في شغل المطبخ، والوقفة قدام النار والتحمير والفرن بصراحة في الحر ده، ويعين يا رب الناس اللي بتشتغل قدام نار واللي بتشتغل في الشارع في الشمس. صراحة ربنا يعيننا ويجيرنا من عذاب النار يا رب، ويعدي اليومين دول على خير. فانا دايما احط ازازه فيها ميه بتلج كده جنبي في المطبخ وانا واقفه، طول ما انا واقفه اشرب منها، وفاتحه الشفاطه على المروحه، مش شفط يعني، فاتحه مروحه علشان المطبخ حر جدا عندي. والله العظيم انا مع بال ما اعمل الاكل الساعه اللي بقفها في المطبخ او الساعتين دول في اليوم ببقى بصراحه تعبانه جدا، بس بحتسب وبستغفر ومستنيه الاجر من ربنا. يعني كل واحده ست بيت بتشتغل في بيتها في الحر ده وبتقف في مطبخها تحتسب وتستنى الاجر من الله يعني، وهي ان شاء الله هتؤجر علشان هي بتخدم جوزها وولادها. طبعا بعد ما غسلت حوضي ونضفت دنيتي كان عندي بقى كوبايه لبن عايرتها كده. عايزه ليا مزاج النهارده اشرب قهوه باللبن، قهوه فرنساوي باللبن كده، مش عايزه اشربها ساده. فعايرتها بالظبط عشان تبقى بالظبط ما كوبش منها يعني ولا حاجه. وحطيتها على نار هاديه خالص وقلت يا بت شوفي هتعملي ايه. مع بال القهوه ما تغلي لازم نستغل الوقت كده، ما نقفش قدام القهوه ما نعملش حاجه يعني. وانا بحبها بصراحه تستوي على نار هاديه وبالراحه خالص علشان تبقى طعمها حلو. كنت جايبه كده جوزي يعني ربنا يبارك له يا رب بعت لي سمك، قال لي اعمل لنا سمك النهارده. فمع ان هو يعني والولاد ما لهمش فيه قوي، بس هم بصراحه بيعملوه عشان يرضوني، لانهم عارفين ان انا بحب السمك قوي ولازم اكله على الاقل مره كل 10 ايام ولا حاجه. يعني مش حتى كل اسبوع، كل 10 ايام مره. فبيبقوا جايبينه وهم انتوا فاهمين متضررين يعني، مش بيحبوه قوي صراحه، او هو السمك اللي مش بيحبهم. بس انا عن نفسي علشان انا بصراحه بحب السمك جدا، انا من رشيد انتوا فاهمين، واهلي كلهم صيادين وبنموت في السمك يعني، حياتنا كلها سمك صراحه. بس لما اتجوزت لقيت جوزي مش سمكي بالمره يعني، ملوش في السمك غير انواع معينه كده هو اللي بيحبها يعني. والولاد للاسف طلعوا زيه. فانا بحب اتعايش يعني، لان انا عارفه ان السمك مفيد جدا ليهم. فبحب احرطهم كل مثلا كام يوم كده نجيب سمك واقول لهم انا نفسي فيه وعايز اكله مش عارفه، عشان يرضوا ياكلوه. انتوا فاهمين، بياكلوه يعني كده على مضض، بس اهو الحمد لله فضل ونعمه يعني، غيرنا مش لاقي. فالسمك كان حجمه حلو يعني. كان جايب بعددنا لان السمك بالذات ما بيحبش عندنا يبات يعني، بنجيبه طازه يوم بيوم. القهوه كانت غليت خلاص بصوا صبيتها كده وهحطها جنبي وانا بشتغل بشرب يعني، ما باخدهاش واطلع بره اقعد عشان هريح في المروحه مش هقدر اقوم تاني. قصقصت كل السمك ونضفت بطنه. انا جايبه 6 سمكات بعددنا بالظبط يعني، كل واحد 2 عشان ما يباتش ولا اي حاجه، على قدنا يعني. والسمكه كان حجمها حلو وقلبها نضيف جدا والله. رشيت عليه ملح وسبته بقى ياكل ملحه كده وينزل اي زفاره فيه او دم زياده او حاجه، على جنب نص ساعه كده لغايه ما اغسل خضرتي بقى والطماطم بتاعي والحاجات بتاعه السلطه. عشان سمك يعني سلطه بجرجير معروفه يعني، هتعملي سمك يبقى تعملي سلطه وجرجير. ممكن تنضفي السمك بره، بس انا الصراحه بحب انضفه في البيت كده واغسله كويس قوي، لان السمك بالذات من الحاجات اللي لازم تتغسل كويس جدا.
وتشيلي سلسلة الدم اللي هي بتبقى فيه دي. بس انا الصراحة مش بحب انقعه بقى بخل وبليمون، بشوف ناس بتعمل كده، مش بحب اعمل كده خالص. انا بحب اغسله كويس جدا وادعكه بالملح واخلي هو الملح اللي ينزل الزفارة بتاعته، لان السمك من الحاجات اللي لحمها حساس جدا لما بتستحملش نقع. وبدل انت جايبه السمك بتاعك طازه وحلو ونضيف وريحته حلوه، ما تخافيش منه، عمره ما هيبقى زفر. نضفت طبعا جرجيري وانا بحب اقص الراس بتاعته، وغسلته كذا مره. الخضار اتكي عليه في الغسيل جدا، لان احنا في الصيف، وانتوا عارفين بقى ايه الصيف وامراض الصيف وكده، فلازم تهتمي جدا بالنظافه وبنظافه الخضار بتاعك وبكل حاجه انت ايه بتديها لاولادك. جبت طماطم وخيار وفلفل والجرجير والليمون، كل ده غسلته علشان اعمل طبق سلطه مشكل كده محترم، وايه يبقى حاجه واو. يعني احنا بنحب السلطه جدا جنب السمك. خرطت بقى كل الطماطم ده بالسكينه كده، قطعته قطعيه بالطريقه اللي عجبتك. هعصر عليه ليمونه واتبله بقى ايه بملح وشطه وكمون. انا بحب الكمون جدا على السلطه، لو انتي مش بتحبيه ما تحطيهوش. هقلبها كده واخد الطبق العظمه ده احطه في التلاجة عشان تسقع في التلاجة كده لغايه ميعاد الاكل، بتبقى حلوه جدا. وكمان عشان في الحر ما تسيبيش الطماطم بره، علشان ممكن تحمض معاكي وهي متقطعه كده. كان السمك بقى كل ملحه بقى واتحيق ونزل منه اي دم اي زفاره من الملح، فاروح مدياله شطفه كده سريعه، هو نضيفه زي الفل. اديله شطفه بس من الملح الزياده ايه، عشان كنت رش عليه كميه ملح كبيره. جبت بقى توم وجبت هريسه شطه، دول مفرزاهم عندي في الفريزر، طلعت منهم حته كده وحبه كمون حلوين وليمونه وحبه ملح. قلبهم بقى كده على بعض. لو عايزه تحطي خل حطي، او كزبره ناشفه حطي، بس انا بصراحه بحب التتبيله دي، بتبقى حلوه قوي من غير خل ومن غير كزبره. مش بحب الكزبره الناشفه، مش عارفه ليه. السمك يعني كمون وتوم وليمون بصراحه. طبعا السمك هعمل فيه فتحتين كده، وبصوا اتبله بقى من بره ومن جوه، بقى اعمل له مساج بقى بالخلطه العظمه دي، حلوه جدا. واسيبه برضو في التتبيله دي شويه، مثلا قد 10 دقايق ربع ساعه، لغايه ايه ما اعمل حاجه تانية يكون اتبل بقى ونقلي على طول. لان السمك المقلي انتوا فاهمين تقلي وتاكلي على طول، ما بيقعدش، لو قعد بيبقى مش ظريف بصراحه. جبت بصلايه كده شوحتها في حبه زيت حلوين كده، وبفضل اقلب فيها لغايه ما لونها يبقى بني وتتكرمل كده، بس ما تتحرقش معايا. لونها يبقى بني كده بس مش محروق، عشان تدينا ايه طعم حلو قوي الرز السمك. بامانه لو جربتي طريقتي في رز السمك هتعجبك جدا جدا جدا، زي اللي بتاكليه في اي مطعم بره، هيديكي طعم ولون وحاجه كده عظمه من الاخر. لا بنحط صلصه ولا بنحط سكر ونحرقه ولا اي حاجه، هي الطريقه دي حلوه جدا. بعد ما بتتحمر بطشها بالميه واسيب الميه تغلي لغايه البصل ما ينزل اللون البني اللي فيه، وبعد كده بنزل بالرز عياره زي عيار اي رز تاني، عقلة صباع فوق الرز بس، وبسيبه لما يغلي وينشف. بوطي عليه النار واسيبه يتلدم براحته. جبت دقيق وحبة كركم وحبة كمون على الدقيق بتاعي. مش هحط ملح بقى لان انا مملحة السمك كويس. وهبدر بقى الدقيق السمك ده كده كله، اخليه يتشرب كله بالدقيق المتبل الجميل ده. الكركم هيديله لون ذهبي وحلو، والكمون كمان هيديله ريحه حلوه قوي وهو بيتقلي. حطيت زيت على النار كده، ولما سخن رحت نازله ايه بالسمك. بصوا بقى التكايه العظمه اللي بتخلي السمك معاكي مقرمش ولونه ذهبي وجميل كده. وطي عليه النار واقليه في زيت غزير، ووطي عليه النار، يعني توطي عليه النار دي اهم حاجه، هيقرمش معاكي ويديكي لون حلو وعمره ما يدخن ولا يتحرق. اديني خلصت والرز استوى، بصوا طالع عظمه ازاي، والسلطه طلعتها من التلاجة، طلعت مخلي الليمون وفلفل، والسمك اهو. اكله جميله جدا، اتمنى ان هي تعجبكم. سلام عليكم.